مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في عدد جديد لمجلة نقطة نظام. اسمحوا لي أنني شوية مزروبة من الصباح وأنا نحوس على تاكسي، وهذا هو موضوعنا لنهار اليوم، مشكل سيارات الأجرة. بزاف ناس يشتكيوا من هذا الشيء. اليوم في مواضيعنا حنتعرفوا على شكون عنده الحق في امتهان هذه المهنة وكيفية معاناة الزبون مع سائقي سيارة الأجرة. أنا نروح نشوف التاكسي وما نشوفوا مواضيعنا، بقوا معنا. هذا هو حال أغلب الجزائريين كيكونوا في حاجة لسيارة أجرة. وعلاش هذا التصرف من عند أغلب سائقي سيارات الأجرة؟ ماشي بالسهل باش يحبس لك تاكسي، وإلا حبس لك هو اللي يخير الوجه. أمال ميهوبي نزلت للميدان وكانت قربت من بعض المواطنين اللي كانوا صابوا معاناة في توقيف سيارة الأجرة. شاهدوا معنا هذا الموضوع لأمال ميهوبي. وأنا راح نحبس تاكسي. انشغالات وأشغال يومية لا تنتهي. حاجيات المواطن مهنية كانت أو أسرية في انتظاره يوميا، خاصة العاجلة منها التي لا تستدعي التأخير، مما يدفع به إلى اقتناء سيارة الأجرة، فهي الوسيلة الأريح والأسرع. لكن هل يتم ذلك بسهولة؟ أو بعبارة أخرى، هل يقبل سائق سيارة الأجرة إيصال الزبون إلى الوجهة التي يريدها؟ دي فوا مالجي سونتر بن عكنون ولا شوفالي يقول لك لا ما نروحش، يكون فارغ. سينو يقول لك إلا حبيت نديك كورسة ما يديكش كونتر. أنا أصلا صارت لي كنت مع فاميلتي وكنت هنا في البيار، قلت طلعني غير الشوفالي قال لي ما نديكش. الزبون يطلب بل يستأذن من سائق سيارة الأجرة، فماذا يحدث؟ ما دارش ما حبوش 3 ولا 4 ما حبوش 3 ولا 4 ما حبوش يديونا الفالديزا. لا تاكسي معايا من الصباح حنا نشوفروا باش ولاحظ بلي كان تاكسي كان فارغ يعني وما حبش. 3 اللي حبسوا بريسك فارغين، قال لك نروحوا للبيار ما نروحوش للفالديزا. لكن ما قول سائق الأجرة في هذا؟ لا ما نكذب على اختي، انا صرفت رفدت بعد شيطانه مثلا اول ما يمر سبيطار مثلا هو نحطو انا ندير 1 باش نخرج اختي. كي نواسيلو 2000 ديماري با بيسونس 2000 تواسيلي 4000 فرق. شكرا. راكي فاهم اختي؟ كاين دي زوندروا وين يدخلك هو يحبط وانت عاوني بحرك من بعد. تحصل. تعرفي مور سبيطار وين تخرجي؟ ديدوش وين تخرجي؟ صحة. الحمد لله صبت تاكسي، ماشي بالساهل كما كنتم تشوفوا باش تصيبوا تاكسي، وحتى انه ما خدانيش بالعداد بالكورسة كما يقولوا، هو مبلغ مالي يديروه سائقي سيارة الأجرة. على كل حال أمل ميهوبي بعد ما سلطت الضوء على المواطن الجزائري ومعاناته مع سائقي سيارة الأجرة، تنقلت للجهات المعنية باش تعرفنا على الشروط اللي لازم تتوفر في سائقي سيارة الأجرة، وشكون اللي عنده الحق في انه يمتهنها، وخاصة في حقوق الزبون اللي لازم تعرفوا عليها. نشاهدوا معا موضوع لأمال ميهوبي. تنقلنا إلى مديرية النقل الكائنة بشارع بوقرة الأبيار للاستفسار عن شروط الالتحاق بمهنة سائق الأجرة. لازم يكون ذو سلوك حسنة، كاين تكوين يروح يتكون. إذا ما جاتش لونكيت تاعو فافورابل هذايا ما نبعثوش باش يروح يقرا. يعرف شوية لا ميكانيك، يعرف شويه لا جيوغرافي دو لا فيل، لازم يكون محترم، لازم اللي يعني ما كاش هندام ولكن في لباس لائق.
إصرار سائق الأجرة على هذا السلوك الغريب وهي الظاهرة التي أصبحت متفشية جعلتنا نتساءل هل فعلا لديه مطلق الحرية في ذلك؟ هذا التاكسي ما عندوش حق باش يرفض الزبون، ما عندوش حق باش يرفض الزبون، يحبس يركب يقول له وصلني للمضرب الفلاني، يحل الباب يركب اديني بلاصه الفلانيه. عمليه المراقبه مستمره، رفض تقديم الزبون، هذه المخالفه ماشي يعني الشرط ان يكون يحتاج يجي اسمه السائق يتقدم سائق الاجره على مستوى المديريه بالشكوى تاعو، يعني هذا نرفعوا يعني مصالح الشرطه يرفعوا هذا النوع من المخالفات، يعني مخالفه رفض تقديم الخدمه. عندنا ثاني على مستوى المديريه عندنا ثاني مفتشين النقل يقوموا ثاني على كما يقولوا المراقبه الدوريه يعني. الأمر لا ينتهي بإجراء تكوين أو اختبار للراغب في الحصول على هذه المهنة، لأن هناك مراقبة مستمرة لمفتشي نقل في الميدان لرفع المخالفات وسحب الوثائق إن استلزم الأمر برفقة مصالح الشرطة. الزبون يتوجه إلى مديرية النقل كائن بمقرها من 100 شارع بوغار الأبيار، يتقدم بطلب يكتب فيها الشكوى تاعو إلى السيد مدير النقل، الموضوع يكتب شكوى، هذه الشكوى تحال على مستوى لجنة العقوبات الإدارية. قول لي اسكو كي صرا امر كيما هذا اسكو راكم تقدموا شكاوي تروحوا تشكوا بهم، خاطر ما يقول لك لا فوت تاع لو كليون اي سو بلان با ما يشكيش. ديما تشكي لا المشكل من مديرية النقل ما شكات الناس ماشي انا شكاو الناس كيف ليستوار تاعهم هذا هو. خويا وين كون تحب تروح؟ شوف عليه وشحال من تاكسي ما يحبوش يدوك ها؟ اخترا كيفاش اختي؟ شنو السبه؟ ما تسقسيش ما تقولوش علاش ما دينيش؟ ماشي كاين يقول لك في ليبيا يقول لك شوف عليك على حسابه هو، على حسابه هو يعني. كان يلاه يحك شوفالي يحبط الباب الوادي او يدور من هنايا يدور باش يدور رومبا تاع شوفالي يجي لها شمانه يخدم. اسكو تقدمت بشكوى على خاطر يقول لك بلي عندكم لو دغوا تشكوا في مديريه النقل في البيار في شارع بوغارة، اسكو رحتوا تشكوا تاخذ الرقم نتاع التاكسي وتقول فوالا ما حبش يديني لانه من حقك بكل صراحه؟ اسكو شكيت؟ ماشي الناس قاعد تشكي. حاولنا التقرب لشرح موضوع التصوير لسائق سيارة الأجرة فما كان لهم سوى الرفض بل التهرب من الإجابة، لا لشيء إلا لأنها الحقيقة. موضوع سيارات الأجرة يهم بالدرجة الأولى المواطن، ولذلك حنتعرفوا على رأيه مع خولة خليد في عندي كلمة. كي اليوم كي مشيت هكذا ابيي شفت باللي كاين نقص تاع التاكسير، دونك الناس محتاجه للتاكسير. التاكسي هو الصح، التاكسي يربي الناس يعرف كاع البلاد. Le premier que j'avais pris m'a donné une carte. Il avait son numéro de téléphone, une carte bien faite. قال لي الحاج ديك تا بزون دو موا عيط لي. رانا محاصرين بزاف. علاش؟ ستادير وين تحبس ما يخليكش تحبس، وين تحط مشتري يقول لك ما تحطوش هنا، يدير لك بروسي اللي تخدمهم تعطيهم له. اقدر تقول لي يقول لك باب سوا، يقول لك لا لا بلا الحراش لا لا، كان الاخرين يقول لك لا لا نديك الكوسه. كان اللي ما يديكش، كان اللي مثلا تياك تقول له ما تديني الباب الواد يحطك في لاكرومبوز يقول لك هذا هو حدك. اسكو يطلع باغ يلقاها هكذا نظيفه يحافظ عليها ولا يخلي لك باش رميه هو بزاف. احكي لي باغ هاي ليك ساشي تاع الزبل كل يوم نرفد ساشي كبير. دوكا رفدتو هذا غير دوكا برك الصباح، دوك من بعد نرميه في كاشتيها. لكن وين ما يلحقكش الخدمه ما يكفيكش الوقت، مثلا انت تبدا على 7:30 ولا على 8 ما يكفيكش، ما يكفيش يقول لك ندي كورسه. العادات كانت من بلدية بوزريعة. للأسف خولة خليد كانت انتقتها من أمام ابتدائية حفصة أم المؤمنين. أما الآن الوجهة إلى ضيف المجلة. السلام عليكم خويا. صباح بيبي. الله ينورك زينالدا. دي كورسه بصح. نعم. كونتور كورسه نديك. علاش كورسه خويا كونتور؟ ما تاع كونتور نخدم هنايا في الجي سونترون. شحال تقابل لي كونتور؟ تقابلت واحد 70,000 وكل وكدير زينالدا شحال؟ 120,000 زينالدا. ماشي بزاف. بصح ما تساعدنيش كونتور. ما انا خويا ما تساعدنيش. السلام عليكم خويا.
خويا ديني زيرالدا. مش راك فاهم شي طريق هذه نورمالمون تخدم كونتور تمشي في البلاصه ولا لا؟ تاكسي تاكسي. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا لاباس؟ وين تروح خويا؟ تاكسيور؟ خويا تاكسيور. زيرالدا ديك 60000. كورسه؟ كورسه. ما راكش وحدك؟ عندك اليوم معنا. يا بسم الله. السلام عليكم. سلام خويا. ايوي يا زمان راه من الايامات الزينه يا زمان التاكسير باش تطلع عنده يا حبيبي كوستي بيا راسي انسان كبير القدر الريسبي تحس باللي راك اون فامي. الغلطه ماهيش في التاكسير، الغلطه راهي فينا حنا المسؤولين. تسمى هو يجي تاكسير نورمال عنده تاكسي داير كونتور يجري جوز بيرمي البلاص يطلع يحبط يبكي ما حبوش يعطولي ما حبوش يواسولي ومن بعد اون فوا يولي يخدم تاكسيير يدير غردو في الكلية. انت اللي قبلت تخدم تاكسيير واحد فرض عليك حتى واحد انت اللي قبلت علاش تديني كورسة دار سكيلي لا سيركيلاسيون بحق كل مواطن يشكي. كل تاكسيير عنده نيميرو هذاك الرقم نسجلو حتى يقدم شكوى. لو تكون تمشي انت في الطريق وتشوف اختك وتشوف يماك وتشوف واحده من العائله نتاعك راكبه مع التاكسير ولا جابها حتى لباب الدار ما راحش تقولها شكون هذا. ايوي نتاسفوا على التاكسير كيفاش ولا الان. الدخان والموسيقى اسمع واش نحب انا مع عائلتك مع فاميلتك ما يهمو حتى شيء. الشيء هذا اللي درناه معليش باش نتذكروا مليحه الفائده والنصيحه ونقدموا فيها الشيء اللي فيها. المهم كان معكم جدو حسن المنشط والمنتج الاذاعي، لكن حبيت نقول لكم حاجه هذه ماشي كاميرا كاشي، هذا واقع رانا عايشينه. سلام. بضيفنا يكون ختام عددنا مشاهدينا الكرام. نتمنى انه كنا تطرقنا لكامل مشاكل سيارات الاجره اللي تأرق المواطن. دائما مرحب باقتراحاتكم وافكاركم على العنوان الظاهر اسفل الشاشه. ما بقى لي غير نحيي الفريق اللي تعب معنا اليوم والمخرج. تلاقوا بكم الاسبوع المقبل ان شاء الله. سلام.